بقول لك يا عايز تتعلم انجليزي ب5 دقايق يوميا بس. بص انا عارف ان وقتك صعب يا صاحبي، انا حاسس بيك، عشان كده عملت لك خطه تمشي عليها في 5 دقايق فقط يوميا. ال5 دقايق دول بقى انت لك حريه الاختيار تعملهم فين. ممكن في الحمام، في المكتب، في البريك، في المواصلات، دي بتاعتك. انما الخطه وتعمل ايه وتروح فين وتيجي منين دي بتاعتي. الخطه دي هتاخد منك من سنه لسنتين على حسب مستواك الحالي، بس مش عايزك تستكبر الموضوع لان انت كده انت مش عارف تتعلم اصلا. فاسمعني بس للاخر. ممكن يجي بالك دلوقتي طب يا عمر هو 5 دقايق كفايه؟ هو مش احسن من مفيش؟ حضرتك من شويه انا بقول لك انت مش فاضي اصلا. فاسمعني للاخر. كل يوم هتقفش كلمتين جداد، كلمتين فقط. عرفت تزود مصلحه، ما عرفتش لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هتدخل الكلمتين دول في قاموس انجليزي مش انجليزي عربي. وده ليه؟ عشان قدام تقدر ان انت تفكر بالانجلش مش بالعربي. فانت هتدخلهم في قاموس انجليزي وهتشوف معنى ايه وتاخد امثله كمان. بعد ما تعرف معنى الكلمتين واستخداماتهم هتعمل لهم امثله من دماغك انت، ويفضل كمان لو تكتبها. ده شق الكلمات. شق الجرامر هنتعلم قاعده جرامر واحده. يعني النهارده مثلا اتعلمنا زمن، بكره هنتعلم حاجه زي قاعده من قواعد اف وهكذا. وطبعا هتعمل اكزامبل على كل قاعده انت بتفهمها. فانت عندك كده كلمتين على الاقل يوميا وقاعدة جرامر. ممكن تبقى مستقل الكلمتين. انا عايز من هنا اقول لك اوعى تستقل بالعادات القليله او البسيطه. على اللونج تيرم او الوقت الطويل بتبقى مؤثره بشكل انت لا تتخيله. عارف يعني ايه كلمتين يوميا؟ يعني 60 كلمه شهريا، يعني في السنه الواحده 720 كلمه، يعني في خلال سنتين 1440 كلمه. عايز تقنعني ان في محادثه على الكوكب ده كله بالانجلش هتخرج بره ال 1440 كلمه؟ صعب. في هنا بقى سؤال حلو قوي، اجيب الكلام ده منين؟ يعني الكلمات والجرامر يا عم عمر طالما انت جامد كده اجيبهم منين؟ انت تعرف عني برضه ان انا ممكن اسيبك. ها انت حبيبي غالي، ركز معايا. انا كاتب كتاب اسمه اعرف الصح وخليه جواك. هتلاقي فيه اكتر من 1000 كلمه وحاجات تانية كتير هقولك عليها. وهتلاقي فيه كمان الجرامر اللي ممكن تمشي عليه واحده واحده. يعني الكتاب ده انت هتلاقي فيه كلمات وجرامر وفريزال فيربس وايديومز واكسبريشنز وترابيزات بلياردو وبينج. هتلاقي رابط الكتاب موجود في الديسكريبشن او في اول كومنت. لا هو الفيديو خلص، اتفضل اخلص انجز.